بيكم في قناة أنا وطفلي. عمرك خدتي بالك إن أكتر حاجة ممكن تأثر في نفسية ابنك إنك مش تضربيه أو حتى تزعقيله أو حتى تعاقبيه؟ أكتر حاجة بتأثر فيه هي طريقة كلامك مع شريكك قدامه، مش الخناقة الكبيرة، لكن نبرة، نظرة، كلمة، سخرية أو حتى صمت تقيل. الطفل هنا مش واقف يتفرج، الطفل هنا بيسجل كل حاجة ما بينكم. والحقيقة اللي محدش بيقولها إن الطفل مش بيفهم الخلاف، بس بيفهم إن الأمان راح والبيت مش ثابت وفيه توتر. وأخطر حاجة إن الخلاف الهادي الظاهري يبقى أخطر من الخناقة. وده ليه؟ لأن الخناقة بتخلص، إنما البرود والتجاهل والسخرية بتفضل محفورة. طيب إيه اللي بيحصل في مخ الطفل؟ مخ الطفل بيشتغل على وضع الخطر، بيفرز توتر وقلق وعدم أمان، وده بيطلع بعد كده في صورة عصبية أو تشتت أو خوف أو تمسك زايد بالأم أو عناد مستفز. كمان جملة خطيرة جدا لما تقولوا عليه هو صغير ومش فاهم، لا هو حاسس، وأحيانا إحساسه أصدق من فهمنا. خلوني أشرح لكم أنواع الخلاف اللي ممكن تأذي الطفل. مش بس الخناق، الاختلاف قدامه من غير ما المشكلة ما تتحل، أو سخرية أحد الطرفين من التاني، أو شكوة الأم من الأب قدام الطفل، أو إن حد فيهم يشد الطفل في صفه، أو الصمت الطويل المشحون. وكمان أخطر حاجة إنكم تحطوا الطفل ما بينكم في النص، شوف باباك عمل إيه أو شايف أمك عملت إيه. الطفل هنا تحول لحكم أو درع نفسي، وده حمل أكبر من سنه بكتير. والمشكلة إن الأطفال اللي كبروا في جو زي ده يا إما بيخافوا من الخلاف، يا إما بيتعلموا الخلاف الغلط، يا إما بيكبروا وهم مش واثقين في العلاقات. طيب نعمل إيه؟ مش مطلوب المثالية ولا بيت من غير خلاف، المطلوب خلاف صحي. عشان كده هقول لكم على 5 قواعد ذهبية للخلاف قدام الطفل. أول حاجة، لو الخلاف هيزيد أجلوه، كملوا كلامكم بعدين وانتوا لوحدكم. تاني حاجة، بلاش سخرية أو تقليل من بعض حتى بهزار. تالت حاجة، ما تشدوش الطفل في صف حد فيكم، سيبوه طفل زي ما هو. 4، لو اختلفتوا قدامه اتصالحوا قدامه حتى لو بكلمة اتفقنا خلاص. 5 حاجة، طمنوا الطفل من غير شرح زيادة، احنا مختلفين بس بنحب بعض. وفي النهاية قولوا لنا في الكومنتات، هل حصل خلاف قبل كده قدام أولادكم وحسيتوا بتغيير في سلوكه ولا لا؟ ولو حابين تعرفوا ازاي نكلم بعض من غير ما نكسر نفسية أولادنا، اعملوا متابعة للقناة، لأن ده جزء من سلسلة الأخطاء التربوية الشائعة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.